أخيب حاجة تقدر تكون عند الإنسان أو اللي يكون الإنسان طايح فيها هي فاش كتعرف راسك ما خصكش دير واحد الحاجة ورغم ذلك كديرها. انت راه عندك الاويرنس والوعي بانك راك you are doing something wrong اللي ماشي aligned ولا اللي ماشي يعني ما كيتماشاش مع داكشي اللي انت باغي تكون ولا باغي تولي عليه، ورغم ذلك because it's fucking so because it's fucking strong تديرها. انا كتعيش واحد الالم اللي صعيب جدا و you beat yourself up كما تنقولوا بالانجلي، يعني تبدا تتلوم راسك وكما السيلف تكون في واحد السيلف لورين ولا كرهان الذات ولا يعني جلد الذات، يعني كتجلد الذات بواحد الطريقه اللي هي خايبه، تولي تعيش في واحد الفيشس سايكل، واحد الدوامه اللي ما كتساليش. والحل هو انك تصالح مع عادتك. شنو هو تصالح مع عادتك؟ هو تحبس داكشي اللي انت كديرو اللي عارف راسك ما خصكش ديرو وتبدا دير الحاجه اللي خصك ديرها واخا صعيبه، لان داكشي كيعطيك واحد الثقه في النفس، وتبدا تصالح مع عادتك وتبدا تحب راسك شويه بشويه. اما الا بقيتي مكمل في الطريق اللي انت عارف راسك ما خصكش تكمل فيها، غتبقى ديما ما تتحملش راسك وغتبقى ديما تكره راسك وكتجلد ذاتك وغتعيش في واحد عدم الارتياح اللي ما مزيانش. هو عدم الارتياح كاين حتى الا كدير واحد الحاجه اللي عارف راسك خصك ديرها، يعني الحاجه الصحيحه اللي كما قلت يعني تتوافق مع المبادئ وداكشي اللي خصك ديرو ولا داكشي اللي انت كتمنى انك تكون عليه، حتى تما راه كاين واحد عدم الارتياح. ولكن على الاقل هنا عدم الارتياح النتيجه ديالو ايجابيه، يعني غادي تكرفس واحد شويه، ولكن من بعد راه انت you get rid of your old version كما تنقولوا، يعني انت كتخلص من هذيك الشخصيه ديالك القديمه وكتوصل داكشي اللي انت باغي توصل ليه. اما الا بقيتي في لا سيتوياسيون الاولى، الحاله الاولى اللي قلنا كدير واحد الحاجه اللي انت ديب انسايد ما عارف راسك ما خصكش ديرها، كتعيش في واحد كما قلنا واحد كرهان الذات دائما، كتبقى ديما ما حاملش راسك وديما ما راضيش على ذاتك. اوكي سي